عمرك صممت مشروع شكله ممتاز على كمبيوتر ولما جيت تنفذه اكتشفت ان التصنيع هو اللي هيبدأ يوجع دماغك؟ ودي مشكلة ناس كتير بتقع فيها. يقعد ساعات بيشتغل على التصميم ويظبط كل تفصيلة فيه، ولما يجي وقت التنفيذ تبدأ الأسئلة الصعبة تظهر. هقسم التصميم ازاي؟ هجهز الأجزاء ازاي؟ التعشيقات هتتركب صح ولا غلط؟ ولو عدلت أي حاجة في التصميم هضطر أراجع كل حاجة من الأول وجديد. عشان كده المحترفين ما بقوش يفكروا في التصميم لوحده، بقى يفكروا من البداية في التصميم والتصنيع مع بعض. ودي واحدة من أهم الأفكار اللي هتتعلمها في كورس الجراس هوبر. احنا مش بنتعامل مع التعشيقات على ان هي خطوة في نهاية المشروع، احنا بنخليها جزء من طريقة التفكير نفسها. بنبني التصميم من البداية وهو جاهز ان هو يتقسم ويتجمع ويتصنع. هنتعلم ازاي تتعامل مع الكونتور والسلايسنج والدوب بونز، وازاي تجهز الاجزاء بشكل احترافي عشان تكون مناسبه للتنفيذ الفعلي على ماكينات السي ام سي. والاهم من ده كله انك هتتعلم ازاي تخلي التصميم مرن. يعني لو العميل طلب منك اي تعديل في اي وقت مش هترجع تعيد الشكل من الاول، لانك من البدايه بنيت نظام ذكي يقدر يستوعب التعديلات والتغييرات ويتعامل معاها. عشان كده فرق كبير ما بين واحد بيستخدم البرامج عشان يرسم شكل حلو، وواحد بيستخدم الجراس هوبر عشان يبني نظام تصميم وانتاج متكامل. لو هدفك ان تصميماتك ما تبقاش مجرد شكل على الشاشه، لكن تبقى جاهزه للتنفيذ الحقيقي والتصنيع باقل وقت واقل مجهود، يبقى لازم تبدا تتعلم طريقه التفكير اللي ورا البارامتريك ديزاين.